تعرف حجم القلب بتاعك، اقفل ايدك كده تعرف حجم القلب بتاعك. فقلب الست اصغر شويه لان قبضه ايدها اصغر شويه، ومع ذلك اقوى من قلب الرجل. يعني قلب الست اقوى من قلب الرجل، لكن هو فيه مشكله ان هو حساس زياده شويه، لان البين ريسبتورز مستقبلات الوجع في الستات اكتر شويه. يعني الست رقيقه فتلاقي احساسها اكتر شويه، احساسها بالوجع اكتر شويه. الست المصريه بالذات دي يعني تعمل لها تمثال. انا متعاطف معاها جدا، بيقولوا لي انت متعاطف؟ متعاطف جدا، لانها بتشتغل حاجتين. يعني هي تشتغل ام وربة بيت وتعلم وتعمل السندوتشات وتودي الباص وتراجع وتعمل وتروح شغلها كمان. المصري بقى يخلص شغله يجي يعمل في البيت سي سيد حاطط رجل على رجل. يعني نادر اما تلاقي واحد يدخل يساعد في المطبخ، ده يبقى يقول لك ده استثناء، ده مش طبيعي. ده بره يمكن لا مقسمين الديوتس شويه، فالست المصريه عليها لود جامد جدا. انا ما بحرطش، بس انا بعرف ان هم بيتعبوا جدا. فيها مشكله تانية بقى كمان الست المصريه، غير ان قلبها يعني في مستقبلات الوجع اعلى شويه، ان هي لا تشتكي. يعني هي تقول لك انا لو اشتكيت، هي وارثه من مامتها. الراجل عايز الست عافيه قويه، لو حس ان هي مخسعه هيبص لغيرها، فهي تبقى تعبانه وما تشتكيش، عندها وجع وما تشتكيش. قلبي بيوجعني، لا انا كويسه، هاتولي مسكن. بقى شويه تجيلي الاقي عندها ازمه في القلب. فهي بتشتكي متاخر شويه، لان هو الوجدان المصري والفولكلور المصري والثقافه المصريه عايزه الست عافيه قويه، لو وقعت وخسعت هيبص لغيرها، فما بتشتكيش. لا اشتكي لو تعبتي ودوري على نفسك بدري، وما تحاوليش تتفاعلي بالحساسيه الزياده، لان متلازمه القلب المكسور او المنكسر لقوها في الستات اكتر، وبالذات في الشابات في مقتبل العمر، الثلاثينات، اللي بتمر بتجربه عاطفيه وتاخد يعني مشكله، يحصل لها مشكله مع حبيبها، تفقد حبيب او تفقد اخ او صديق او اب يرحل عنها فجاه، بينكسر قلبها. زمان كنا لما بنسمع واحد انكسر قلبه يقول لك يعني ده تشبيه، لا ده حقيقه، القلب بينكسر فعلا. القلب عامل زي الهرم محطوط في القفص الصدري مقلوب كده، قاعده الهرم لفوق والايبكس او قمه الهرم لتحت. عارفين هرم الجيزه كده، القاعده تحت ومن فوق مدبب، لا القلب مقلوب، هرم مقلوب، فالايبكس تحت والقاعده فوق، والقاعده بتبقى هي اللي اقوى، بتعصر، هي دي اللي بتعصر الدم عشان يطلع فوق وينزل تحت. مضخه قويه جدا جدا جدا، مش هتصدقوا. يعني العلماء حسبوا الطاقه اللي القلب بيستهلكها. واحد لو عاش 70 سنه بيقول لك طاقه تكفي لرفع قطار سكه حديد اعلى قمه جبل باوروبا، مش قطار فاضي، قطار مليان بضائع كمان. يعني طاقه هائله، شغال ليل نهار عمال يضخ الدم، بيعمل في اليوم حوالي 7000 لتر من الدم. الواحد لو عاش 70 سنه بيكون القلب ضخ حوالي 2 مليون برميل من الدم، واشتغل حوالي 3 مليار دقه. هو بيشتغل 3 مليار دقه لا يتوقف. يعني تخيل انت بتعمل العضله بتاعتك كده كده كده، بعد ساعه تقول انا تعبت، فتيج، سيبني اريح شويه، او بتمشي حتى لو ماراثونيك، بعد ساعتين ثلاثه ستوب، انا عايز اريح شويه. القلب لا يسمح له بالراحه، مفيش حاجه اسمها ان انا دقيت النهارده، لا لا لا. لو القلب ريح ثواني ممكن الواحد يفقد الحياه، فمش مسموح للعضله ان هي تتوقف. حتى لما بنطلعها، يعني احنا اول درس خدناه في الطب في الضفدعه، نطلع القلب بتاعها يفضل شغال بره الجسم بتاع الضفدعه، ممكن يقعد 24 ساعه لو حطيته في محلول ملح شغال اوتوماتيك، هو زي حاجه بالزنبلك كده شغال كده. دي طبيعه القلب من اول ما بيتحط في القفص الصدري. وهو لو مش متربط بالاغشيه ده ينط من القفص الصدري، لان الضغط عالي 120، ده بيرفع الدم من الرجل لغايه فوق. لو واحد طوله مترين بيطلع الدم مترين، فمضخه قويه جدا. لذلك هو لو مش مربوط في القفص الصدري، انت لو بتنقله ولسه بينبض وتنقله من في حالات نقل القلب ممكن ينط على الارض منك، لازم يكونوا ماسكينه جامد. لو لسه شغال البيتنج هارت اللي بيطلعوه عشان يزرعوا قلب، لو مش ماسكه كويس ممكن ينط من البتاع بعيد، لان هو قوه الضخ بتاعته عاليه جدا يعني. المهم نرجع لقلب الست اللي هو الحساس، اللي فيه مستقبلات الالم بتبقى ضعف الرجل، ولما بتزعل وتنفعل، الزعل الحاد بالذات، الصدمات الحاده، القلب بينكسر.
واحد يقول لي هو القلب من ازاز بينكسر ولا هو من العظام ارثوبيدك بينكسر؟ لا، هو من لحم ودم واعصاب وشرايين وخلايا عصبيه وخلايا كهربيه ووصلات كهربيه، تركيبه يعني مبدعه. تبارك المولى، تبارك الله احسن الخالقين. لكن فعلا بيحصل له انكسار، والانكسار بتاعه غريب جدا. احنا بنقول ان هو القلب هرم والقاعده الكبيره فوق والايبكس اللي هو القمه المدببه تحت. في انكسار القلب بتنعكس الايه، بيحصل حاجه اسمها ايبيكال بالونينج. القاعده اللي هي بتضخ تضعف، يحصل فيها شلل، والجزء اللي تحت يترهل، يبقى شكله عامل زي البالونه من تحت ومن فوق صغير، فبيبقى مترهل. الناس اللي بتزعل زعل جامد، يعني بيحكوا لي عن شاب كان من حوالي سنتين كان امتحن الثانويه وجاي بيشتغل مستني النتيجه في مدينه العبور، فواحد هو من الصعيد يعني، واحد بيتصل بيه بيبلغوا النتيجه. للاسف كانت النتيجه مخيبه ليه، وقع طب، فكرونه مغمى عليه، قلبه توقف، مات. يعني من الخبر الصادم زعل جدا، مات. برضو كان يعني كذا مره يبعتوا لي يا دكتور ده امه ماتت زعل عشانها، اندفن معاها في نفس اليوم. دي امها ماتت امبارح، النهارده هي حصلتها، الجنازه كانت واحده. الزعل الشديد ممكن يعمل فعلا انكسار في القلب. ازاي بيحصل الانكسار ده؟ احنا عندنا في الجسم هرمونات للزعل وهرمونات للفرح. هرمونات الزعل 3، احفظوا معايا: ادرينالين، نور ادرينالين، كورتيزون. هرمونات السعاده 4، يبقى الفرح اكتر. لكن برضو مطلوب مننا الاعتدال سواء في الزعل او في الفرح، وانا هشرحها بعد شويه. لما الواحد بيزعل بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين والكورتيزون بكميات عاليه، فالضغط يرتفع والسكر يرتفع ويحصل تقلص في الشرايين التاجيه، تقفل الدم عن القلب. قفله الدم دي ممكن تبقى ترانزيانت، مؤقته. لو الواحد يتلحق وهدي وتمالك اعصابه وكان له لسه في الحياه بقيه يقدر يعيش. في بعض الناس خلاص يجيله الازمه، التقلص يبقى جامد جدا. عارفين الكرامب اللي بيحصل في عضله الرجل؟ بيحصل كرامب في القلب فيقفل، فالواحد قلبه يتوقف. في ناس بتريكفر، يعني في بعض حالات راحت المستشفى شخصوها على انها جلطه في الشريان التاجي، بتعمل نفس منظر جلطه الشريان التاجي. يعني انا كنت بستغرب جدا، تجي لي واحده عندها حاجه و30 سنه يقول لك ده هي مش عارف مين تبعها حصل له حاجه فهي زعلت، جالها وجع زي السكاكين في صدرها، تعمل لها رسم القلب تلاقي جلطه في الشريان التاجي حسب رسم القلب. تعمل تحليل انزيمات القلب تلاقيها عاليه، جلطه في الشريان التاجي. ندخلها القسطره نصور الشرايين التاجيه اللي هي مفتوحه. طب ايه اللي حصل؟ نصور البطين اللي بقى منكسر، الجزء اللي تحت المدبب بقى مترهل عامل زي البالونه المترهله، والجزء اللي هو الفوق اللي هو المفروض كونتراكتايل فيه شلل بيحصل فيه زي بيضمر. ممكن يرجع بالادويه والعلاج اذا كان في العمر بقيه، واذا لحقت تروح المستشفى. في ناس ما بتلحقش تروح المستشفى. فالزعل فعلا بيكسر القلب، حقيقه علميه مش استعاره مجازيه ولا تعبير بلاغي. والزعل بيأثر العمر، والزعل بيعمل القولون العصبي، والزعل بيجيب مرض السكر، والزعل ممكن يعمل اورام القولون، والزعل بيعمل ميه بيضه في العين. يعني قصه اللي قرا القران وعارف قصه سيدنا يوسف، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سيدنا يعقوب لما فقد يوسف قعد يبكي وزعلان، جاله ميه بيضه، بيضت عيناه من الحزن. انا قعدت اقرا يعني اشوف تاثير الحزن على العين، لقيت ان العين برضه الحزن ممكن يعمل كاتاراكت، ميه بيضه في العين، ممكن يرفع ضغط العين، يضيع القرنيه كمان. فالحقيقه الزعل ده مدمر، وهرمونات الزعل مدمره، واعصار الادرينالين اللي بيحصل مع الزعل الحاد مدمر. عبقريه النص القراني بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هو بين كمان نوع الحزن فهو كظيم. لسه الدكتور وائل بيتكلم عن ايه؟ فضفضه. هو بيقول لك فهو كظيم، ما كانش قادر يفضفض. يعني سيدنا يعقوب زعلان يتكلم مع 11 ابن لسه واقفين يقولوا له ازاي انت ايه الراجل ده احنا جبنا لك الدم بتاعه ده مات، انت ازاي لسه بتتكلم وان هو عايش وهتشوفه انت اتجننت ولا ايه؟ فخايف يفضفض باللي جواه، فهو كاتم المشاعر جواه. دي اهميه الفضفضه. الفضفضه ممكن تقلل من تاثير الزعل على القلب وعلى العين. ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هو زعلان وكاظم الحزن بتاعه، كابت المشاعر بتاعته
فعملت ميه بيضاء عنده. فالحزن الكظيم او المكبوت ده مشكله. لذلك انا انصحك ان انت لو زعلت فضفض. لو زعلت زي ما قال السير مجدي يعقوب، خلي الزعل ضيف مش مقيم عندك. يعني هو هيجي لنا يا جماعه، الحياه الدنيا لازم نقبل المعادله بتاعتها. هي معادله، انت طالما جيت لازم تقبل المعادله بتاعتها. مفردات المعادله دي او طرفي المعادله دي، قطعه شطرنج الحياه دي، ابيض اسود، ليل نهار، حزن سعاده، جراح افراح. هي دي الدنيا. اوعى تفتكر انك هتمشي على خط مستقيم رتابه كده. ده حتى القلب انقباض انبساط، بتشوف رسم القلب كده طالع نازل. لو بقى مستقيم كده يبقى انت فارقت الحياه. يبقى الحاجه الوحيده اللي تخلي الحياه رتيبه كده ان القلب يتوقف، خط مستقيم. لكن طول ما انت عايش لازم تعرف ان في فلكتويشن، شويه فوق شويه تحت. هي امتحانات. خلق الموت والحياه ليبلوكم. انت بتمتحن بلجنه الصحه، تلاقيك في قمه الصحه، وفتره يجي لك مرض، بيشوف رد فعلك وانت صحيح سليم معافى. هتبقى مفتري مغرور ولا شاكر وراضي وبتعطف على الغلابه. وبعد كده يبتليك بالمرض، تنام في السرير ويشوفك وانت مريض، هل انت هتصبر ولا هتبقى بقى متضايق انا جرالي ليه كده وباصص للسليم اللي غيرك. بيمتحنك في كل لجنه وعكسها. يديك كتير ويفتح عليك بالماديات ويشوفك هتعمل بيها ايه. هتفتري على الغلابه ولا هتبقى عطوف؟ هتستثمرها صح ولا هتقعد تلعب بيها؟ وبعد كده يمتحنك بان هو يخليك دقة اليد، تلاقيها نشفت مره وبدات الموارد تقل. شوفك برضه هتبقى متضايق ومزهقان وليه انا حظ كده، ولا هتبقى راضي برضه وتستحمل. فكلها امتحانات بتاخد فيها سكور عليها. اوعى تفتكر ان هي معموله كده، لا، هي امتحانات. خلق الموت والحياه ليبلوكم، ليختبركم. واكبر اختبار الموت والحياه. برضه انا من التاملات بتاعتي، ليه قال الموت قبل الحياه؟ واحنا بنموت الاول ولا كده؟ مش المفروض الحياه قبل الموت؟ لا، لما تقعد انت تذاكر البيولوجي هتعرف ان خاصيه الموت موجوده في الخليه زي الحياه وقبل الحياه. حاجه اسمها ابوبتوزيس. يعني ليه مثلا الرحم بتاع الست مثلا بيبقى كبير وبعد كده يصغر؟ ليه مثلا الصدر بتاعها وقت الرضاعه بيبقى كبير وبعد كده بيصغر؟ في حاجه اسمها ابوبتوزيس. في خلايا بيحصل لها ابوبتوزيس، موت بروجرام دي سيل ديس، موت مبرمج للخليه والانسان عايش دون ان يموت. بيحذفها كده، يعني يجي على مجموعه خلايا تحاول هي تدمر نفسها ذاتيا دون ان تؤذي اللي حواليها بطريقه فسيولوجيه. فالموت في الانسان بيسبق الموت النهائي، وانت عايش فيه موت. خلق الموت والحياه، الاثنين موجودين وانت عايش فيك. انت نفسه خلقك، حط فيك خاصيه الموت، غير الموت الكلي بقى اللي هو تحت التراب، مرحله البرزخ. في موت منك بيحصل وانت عايش، خلايا بتتلف وتتجدد بخاصيه الابوبتوزيس. فالموت مع الحياه موجودين ليبلوكم عشان الاختبار ده. فلما تجيلك الايام الصعبه زي اللي بتحصل، يا رب ثبت اهل غزه، يا رب صبرهم. كان عندي واحده في مركز جرين هارت من يومين، هي غزاويه عندها 75 سنه، جايه هي وواحده قريبتها عندها 53 سنه، كانوا جايين قبل 7 اكتوبر واتحبسوا هنا. فهي عندها القلب، فشفتها وقريبتها مركبه دعامه برضه، شفتهم الاثنين. المهم الست يعني قوه، انا حتى قلت دي اقوى من 100 راجل. 16 من العيله بتاعتها اندفنوا في جباليا. يعني بتقول لي دول تحت الانقاض يا دكتور، يعني ما طلعوش، مش عارف، مش لاقيينهم يعني. فقلت لها وانت عامله ايه؟ قالت هنعمل ايه يا دكتور، احنا خلاص يعني كلهم، هي مستنيه بس المعبر يتفتح وهترجع. قلت لها ترجعي ولا لا؟ هي مش مبسوطه ان هي هربت، ان هي نجت، هي لا، عايزه تبقى زيهم يعني. فربنا يقويهم ويصبرهم. واحنا طبعا يعني من اكتر الشعوب اللي زعلت عشان لسه بنقول فجر الضمير. يعني اكتر بلد يمكن كان فيه شويه حساسيات معاهم في الفتره اللي قبل كده، لكن اول ما حصلت الازمه المصريين عندهم يعني كميه عطاء انساني غير طبيعيه. نسيوا كل اللي فات وبداوا اكتر شعب متعاطف، واكتر شعب راح وقف على المعبر وجمعوا المساعدات. بصراحه انا شفت القافله، يعني حاجه يعني مفخره مصريه، شعب يعني معطاء جدا. يا رب يكون هذا العطاء في ميزان هذا الشعب الجميل الكريم، اللي هو كل المواقف الصعبه بيعرفوا ان لهم سند، العرب والانسانيه كلها. مصر يعني دي
من فجر التاريخ وهي سند للبشريه كلها. والله ما هو غرور ولا نرجسيه، لكن دي حقيقه بيعرفها الناس اللي لفوا العالم، وانا من الناس اللي لفت العالم. بقول لكم البلد دي فيها سر، يمكن سر التجلي الالهي. يعني انا حتى بتكلم مع اهل السعوديه بقول لهم ربنا لما حب يخاطب السعوديين جاب لهم من خلال امين الوحي جبريل الرساله، لكن هو في مصر تجلى بذاته العليه على جبل طور سيناء، تجلى مباشره. التجلي الالهي في مصر ده اللي خلى مصر فيها يعني لمسه الهيه. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، مصر كلها. يعني لما جه يتكلم قال البلد من دخله كان امنا، على مكه، والبيت الحرام من دخله كان امنا. اتكلم على مكه واتكلم على البيت الحرام، لكن البلد الوحيده كلها اللي اتقالت ان هي من دخلها مصر كلها كان امنا، هو ده الامان لها. لذلك كل البلاد اللي بيحصل لها مشاكل بتيجي تلاقي الامان في مصر. يا رب نفضل الى يوم الدين الامان بتاع العالم كله. يعني نرجع للزعل وتاثيره وقبول معادله الحياه. وانا كنت بكتب على صفحتي محتاجين يا ريس زي ما عملت مبادره 100 مليون صحه، نعمل 100 مليون صحه نفسيه، لان النفسيه المصريه محتاجه ضبط الزوايا. الدكتور وائل صفوت قال لي المبادره موجوده. انا كنت كاتبها نوع من يعني بحب ساعات اعملها كده بطريقه فكاهيه، لكن هي فعلا احنا محتاجينها. ويمكن الحاله النفسيه مش بس القلب، في الاطفال، في البطنه، في النساء. العلاقه بين الطبيب النفسي وطبيب القلب وطبيب البطنه العامه وطبيب الجراحه مهمه جدا. في مصر عندهم الطبيب النفسي ده يعني عباسيه خنكه، لا، عايزين نطلع المفهوم ده. الطبيب النفسي مش عباسيه وخنكه، مش مجنون. اللي بيروح لعياده الدكتور نفسي ده مش مجنون. ودايما حتى الدراما المصريه تصور لك الدكتور النفسي هسبس. لا يا جماعه، الدكتور النفسي راجل كويس ودارس وبيخدمك في اوقات معينه. والدواء النفسي مش عيب خالص. يعني انا دايما يجي لي العيان اقول له ايه رايك؟ بتنام كويس ولا؟ يقول لي يا دكتور يا ريت تكتب لي دواء. بصراحه انا مشدود يا دكتور، اكتب لي حاجه مهدئه. اقول له طب ما تروح لدكتور نفساني احسن بقى. يعني انا بكتب لك في حدود علمي، لكن لو رحت لدكتور متخصص يمكن يفيدك احسن مني. فساعتها انا بكتب بعض الادويه، وساعات بقول له لا، طب الاحسن تروح لحد. فمش عيبه خالص انك انت تبقى المناعه النفسيه بتاعتك تهتز احيانا وتحتاج الماده الكيماويه والقرص عشان ترجع. المناعه النفسيه زي المناعه العضويه، منهج حياه. واحد يجي يقول لي اكتب لي دواء يزود مناعتي، اقول له يا صديقي خدعوك فقالوا ان المناعه تيجي بقرص. المناعه منهج حياه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان يبقى عندي مناعه جسديه لازم اكون عندي نظام غذائي كويس، نظام رياضي كويس، بطلع في الشمس في الهواء، عندي ثبات انفعالي، بعيد عن الكحوليات والتدخين، عندي فيتامين د كويس، يبقى عندي مناعه كويسه. طيب المناعه النفسيه ايضا، المناعه النفسيه منهج حياه. القرص هيساعد والعلاج هيساعد، لكن انت لازم تقوي ودفاعاتك وحصونك النفسيه. احقن هشاشه الروح بفيتامين د وكالسيوم اليقين والايمان. مهم جدا تقوي صلتك بالمولى، تقوي صلتك باهلك. اللي لسه عايشه وما عرفش ان هو يقوي دفاعاته النفسيه ده مسكين. ده انا واحد يعني مش عايز اقول ان انا وصلت في العلم ليه، لكن كل ده ولا حاجه. بقول ان اعظم انجازاتي في الحياه ان امي ماتت وهي راضيه عني، دي احسن حاجه. يعني يوم ما اقابل ربنا اقول له دي اشفع لي بدي، ماتت بتدعي لي وهي بتموت. فيعني لازم انت تقوي دفاعاتك النفسيه والروحيه بصله رحمك، واول الرحم الام والاب والاخ والاقربين والجيران والاصدقاء. دي هيدوك شحنه روحيه. بيحكوا عن ملياردير امريكي زار البوسنه واتبرع لواحد من الاطفال كان عنده يعني ما كانش بيشوف وكان على كرسي، فاتبرع له بحاجات. فهو طلب ان هو يقابله. الطفل قال انا عايز اشوفه. فجه عنده فقال له انت عايزني ليه؟ فقال له انا عايز احس بس ملمس جلدك عشان لما اقابل ربنا يوم القيامه اقول له ان انت اعرفك، فاقول له ان انت عطفت عليا. الراجل ده بيقول ان انا يعني كل متع الدنيا والاماكن اللي بتاعت البهجه عديت فيها عمري ما حسيت بالسعاده قد اليوم ده. ان هو طبطب على واحد غلبان في بلد ملهاش لازمه. فالطبطبه
مهمة جدا، ودي بتقوي دفاعاتك النفسية والروحية. في آية في القرآن عبقرية عبقرية، وأنا بقعد أتأمل فيها أقول يا سلام. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ مين يا رب؟ اللي ما بيصليش، اللي ما بيصومش، اللي ما بيحجش، اللي ما بيعملش إيه بالظبط؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني في النهاية الدين هو طبطبة وعطاء. الطقوس دي حاجة هتخصك أنت، لكن دورك في المجتمع بالطبطبة والعطاء هو ده اللي هيفرق. وده اللي نفسنا نطبطب على نفسنا الأول، لأن اللي ما بيعرفش يطبطب على نفسه مش هيعرف يطبطب على غيره، واللي ما بيعرفش يحب نفسه مش هيعرف يحب غيره. فحب نفسك الأول، وطبطب على نفسك الأول، وطبطب على والدتك ووالدك واخواتك وقرايبك وجيرانك واصحابك، وبعد كده طبطب على المجتمع اللي حواليك القريب، وبعد كده طبطب على المجتمع الإنساني الكبير. هتجيلك طاقة سعادة لا تنتهي ومعين فرح لا ينتهي. أنا لو قعدت أتكلم أنا عندي استرسال، لكن أكتفي بهذا القدر. لكن عايز أقول لكم إن جزء مهم جدا من الحفاظ على صحة وسلامة القلب العضوية هي سلامة القلب المعنوية، هي طاقة الحب، طاقة العطاء، طاقة الجمال. دي هتخلي القلب سليم معنويا وعضويا، يعيش في الدنيا هو سليم، ويلقى المولى عز وجل في الآخرة وهو سليم. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.